آخر حاجة وصلنا لها الحلقة اللي فاتت هي إن آن وافق فعلا على إنه يتجوز جو، وقال لها تستعد تواجه الأمة كلها. بتبدأ الحلقة دي والدنيا مقلوبة في كوريا كلها علشان آن أخد جو وراحوا للبيت الملكي، والصحافة صورت كل ده وأعلن علاقته بيها قدام الناس، والناس كلها بتكون مصدومة. وبعد ما بيدخلوا القصر الملكة الأم رانج بتطلب تقابله، فبيعدل لجو شعرها بكل رومانسية قدام البنات اللي شغالين في القصر، وبيقول لها إنها تستناه وإنه مش هيتأخر عليها، فبيتصدموا وهي نفسها بتتصدم إنه حتى التمثيل طلع شاطر فيه. ساعتها بقى أن بيروح علشان يقابل رانج، وساعتها بتكون متعصبة عشان جاب جو البيت وناوي فعلا ما ينكرش موضوع الفندق ده ويتجوزها. فآن بيكلمها بكل هدوء وبيقول لها أكيد مش عاوزة الناس تقلب علينا بسبب إشاعة الحمل قبل الجواز ده، صح؟ وبعدها بيخرجوا بيروح لجو اللي بيلاقيها قاعدة مع الملك الصغير وعمالة تأكله اندومي بس هو بيقول لآن انه ما كانش عارف ينام، ولما جه هنا هي قالت له ان لو بطنه مليانة هيعرف ينام بكل سهولة. ساعتها آن يا عيني بيكون مصدوم من اللي بيسمعه، حتى الملك الصغير ما سابتوش في حاله. وبعد ما الملك بيمشي جو بتروح هي وآن أوضته، وساعتها بيقول لها ان الملكة الأم رفضت الطلب بتاع الجواز، فبتقوله إنها حاسة إن أهل جوزها اللي هو آن يعني طايقينها، وبتسأله لو في خناقة حصلت بينها وبين الملكة الأم رانج هيقف في صف مين. يقول لها في صفك طبعا، وبيقرب منها كده وبيقول لها لازم نعمل كل ده طبعا علشان الجوازة السخيفة دي تبان إنها حقيقية. ساعتها بقى واحدة من الخدم بتيجي وبتقوله إن ما ينفعش جو تنام معاها في نفس الأوضة، وإنها ممكن تنام في أوضة من أوض الخدم، بس هو بيقول لها إنها هتنام هنا وإنها مش خدامة علشان يعني تنام في الأوض دي، وبيقول لها تجيب لها لبس مريح. وطبعا كله بيكون مصدوم، يعني الليل بقى بيضطروا يناموا في نفس السرير علشان محدش منهم راضي ينام على الكنبة، وبيفضلوا يتخانقوا ويشدوا الغطا من بعض. خدم بره بيكونوا سامعينهم بس بيفهموا غلط خالص. تاني يوم بقى جو بتصحى وبتروح شغلها بنفس اللبس علشان يعني الناس يعرفوا انها فضلت قاعدة في القصر امبارح. يجي بقى للملك الصغير اللي بيكون قاعد مع اللورد اللي انا مش مرتاحاله ده، وبيقول له انه امبارح برضه حلم بأبوه. وبنشوف ساعتها فلاش باك لآن يوم فرح اخوه، وهو بيقول له ان اي حاجة هتحصل بعد كده يحلها بنفسه وانه مش هيتدخل تاني. بنرجع بقى للورد تاني وهو بيقول للملك الصغير ان جده هيكون دايما جنبه. الوقت ده جو كانت عمالة تشوف الاخبار ان اكتر 5 مواضيع ترند عنها هي وآن، وساعتها رئيس الوزراء جونج بيجيلها وبيسألها إذا كانت هتتجوز آن فعلا، تقول له أيوة، وساعتها بيتصدم لأنه واضح يعني إنه بيحبها من زمان. ها بتطلب منه بما إنه رئيس الوزراء إن العيلة الملكية توافق على الجوازة دي. بنيجي بقى الآن اللي هيوم بيقول له إن رانجا عيانة، وواضح يعني إنها بتمثل عشان لو حد من القصر عيان مش هيقدر يعلن عن الجواز أو أي احتفال عموما. وساعتها بيكلم جو وهو بيكلمها في بنات بيضايقوها وده بسبب خبر ارتباطها بآن، تقفل معاه ومش بتسكت لهم لحد ما بيتأدبوا وبيعتذروا لها، أصلها مش من نوع يعني لحد يعمل معاها كده. في نفس الوقت جونج كان زعلان قوي علشان جو هتتجوز، وبنعرف انه ساعدها بطريقة غير مباشرة زمان عشان تاخد مفتاح الملعب اللي هتتمرن فيه من غير ما المدرسة بتاعتها تعرف. يعني جو بقى اللي بتروح وبتلاقي ابوها جالها وبيكلمها عن ذكرى وفاة مراته اللي هي ام تاي، وبنعرف ان هي توفت لما جو جت لهم البيت وهي صغيرة، وعرفت منها انها بنت غير شرعية لجوزها، وساعتها اتوفت. وابوها بيفضل يقول عنها انها جشعة وكل اللي همها هو الفلوس وبس، وانه عاوز يتبرى منها ومبعدتش تبقى بنته يعني. فساعتها بتتعصب وبتقوله انها فاهمة انه بيعمل كده علشان عاوز تاي هو اللي يورث كل حاجة، وبتسيبه وبتمشي وهو بيكون متعصب قوي. بنيجي لجو بقى اللي بتبقى قاعدة وبتفكر في كل الكلام ده، وساعتها أن بيرن عليها وبيسألها إذا كانت كويسة، بس هي بتبقى هتعيط فبتقوله انها مشغولة وهتكلمه بكرة، وبتقفل. بعدها بشوية بتلاقي الباب بيخبط وبتتصدم وبتجيب مضرب عشان مين يعني اللي هيجيلها الوقت ده بالليل، بس لما بتفتح بتلاقي ان ده آن بنفسه وجايب لها اكل عشان حاسس انها متضايقة. ولا ايه، جابه بنفسه كمان، والوجبة اللي جابها هي اللي بقت باسمها اللي هي اسم إغراء الأمير. بيفضلوا ياكلوا سوا ويهزروا، ولما بيعرف ان المعجبين ضايقوها الصبح يقلق لو كان عندها اي إصابة، وهي بتتأثر الصراحة لأنه قلقان عليها. في الوقت ده هيون كان مصدوم علشان آن مشي وسايب الشغل اللي عنده قد كده، ورانج كانت عمالة تتفرج على
على صور جو ومتعصبة من كل اللي بيحصل ده. بنيجي بقى الآن اللي بياخد جو بيته الخاص وبيديها أوضة خاصة بيها كمان، وبعد ما بتروح الأوضة بيرن عليها وبيسألها عجبتها ولا لأ، فبتعرف منه إنه مش عارف ينام وعنده شغل كتير، فبتقوله إنها هتروح تساعده، وفعلا بتروح له وبتسأله إذا كانت هتفضل عايشة هنا وإن الجو مزعج بالنسبة لها وكمان بعيد عن شغلها، فبيقول لها إنه المفروض قدام الناس بيحبها قوي وكده، إزاي يعني هسيبك هناك لوحدك والمعجبين مش بيسيبوكي في حالك. فبتقتنع بكلامه الصراحة وبتسأله طب انت وافقت تتجوزني ليه؟ فبيقول لها عشان انت غنية وكمان حلوة، والسبب الأهم اني لو جت في بالي فكرة مثلا اني عاوزة اكون الملك هتفهميني، مش هتكوني زيهم. بقى في رجالة كتير من القصر بيجوا بيتقان والدنيا بتبقى مقلوبة خالص، وبيكونوا متهمين جو انها سبب اخر حادثة حصلت في القصر عشان دخلت يومها حتة ممنوعة في القصر، وبياخدوا كل حاجتها اللي في الشغل وفي البيت وبيقعدوها في أوضة كده علشان يستجوبوها. ساعتها بترن على آن، بس المشكلة إن كان عندهم حاجة في القصر كده اسمها طقوس الأجداد، ومش بيكون معاهم موبايل، فبتتصرف وبتروح علشان تقوله، بس المشكلة إنهم مش هيدخلوها أصلا. بس جو بتكون عارفة مكان جواه زي تصريح دخول بموافقة الأمير كده، فبتديه لكيم اللي بيشتغل في بيت آن، وفعلا بيروح لهي وبيدخلها القصر، وفعلا آن بيجي علشان يساعد جو، وبنعرف إن رانج هي اللي عملت كل ده، وحاجة متوقعة طبعا يعني، تقول إن جو ما كانتش موجودة وقت الحادثة وده لوحده دليل. فآن بيقول لها خلاص حققوا معايا أنا كمان في الوقت ده علشان الموضوع ما يكبرش ويخلصوا. هي بتضرب جو في رجلها فبتقع، وآن بيشيلها وبيقول لهم يجيبوا لها دكتور دلوقتي، وبيمشوا. ساعتها بيوديها الأوضة وبيرميها على السرير، يقول لها بطلي تمثيل خلاص مشيوا. فبتقوم فعلا وبتقول له هو أنا كده هتسجن؟ فبيسألها إذا كانت خايفة، فبتقوله إنها مستحيل يعني تكون خايفة وإن الموقف ده حصل لها كتير، وبتقوله وبعدين ما أنت وقفت في صفي وقدامهم كلهم والموضوع هيتعرف خلاص. بس بيقولها أنت مفكرة إيه، محدش في القصر ده بيطلع الأسرار بره. وفعلا القصر كله بقى بيبدأ يتكلم عن الموضوع ده، إن شكلها مش مجرد فضيحة وإنهم بيحبوا بعض بجد، وده بيعصب الملكة الأم رانج جدا. ولما بتيجي تروح بيفتح لها باب العربية وبيقول لها مش انتي قلتي ان كل ما الناس تتكلم اكتر كان احسن؟ فبتقول له ايوه، وبتركب العربية وبترجع على بيته وبتعرف كل اللي شغالين هناك بالخبر وان الموضوع اتحل وكلهم بيبقوا فرحانين. بس وهي قاعدة لوحدها بتفضل تفكر فيه لما شالها لما وقعت. ساعتها بيرن عليها وبيقول لها ان الحرس الملكي هيكونوا معاها من بكره، مع ان ده مش مسموح علشان هما لسه ما اتجوزوش اصلا. قال له انت بقى بتعمل حركات الامير العاشق بتاعتك دي، طب انا كمان هعمل حاجه مجنونه. وبتغير هدومها وبتركب عربيتها علشان تروح تقابله عند القصر الملكي، وفعلا بيقف لها من فوق السور، فبتديله شاي ودواء علشان يساعدوه على النوم لانه مش بيعرف ينام بسبب الكوابيس اللي بتجيله. ساعتها بيفضل باصص لها وبيقول لها تفضل ثابته، وبيمسك خدها وبيقرب منها، وبتخلص الحلقة على كده. وواضح يعني من الحلقة الجاية ان في مصايب كتير وحاجات حلوة برضه هتحصل، فاعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان اول ما انزلها توصل لكم.